الرجا رجعت بتعادل جد سلبي خارج الميدان، وهذا الشيء كامل بسبب المدرب المكلخ اللي عندنا اللي بغى يخلق لينا واحد النهج كيجيب التقية واللي مستحيل انه يليق بالرجا. بالرغم من المعاناة ديال الماتش والظروف ديالو، ولكن اسمح لي راه الرجا في عز مشاكله وفي اسوأ الظروف ما كانش كدير حتى النص من هذا اللعب اللي شفنا اليوم. بمجرد ما ماركتي البيت في الشوط الاول وانت مطبق النهج ديال اللي هجم ماشي راجل اكثر من 70 دقيقة وانت يا راجع اللور ورابح فقط بواحد، زعما ما كايناش كتسنى وضد من اصلا لاعب فرقه 10 دقائق الاولى بانت بانك انت يا كراجا قادر تضربهم بالطول والعرض، ولكن تحت شعار لا ما بغيتش سعاده سابينتو عارف اش كيدير وتقبنا في هذا الماتش بمعنى الكلام. 3 بوان اللي كانت بين يدينا وكانت غتنفسنا وغتربحنا، وخصوصا انها غدير الضغط على باقي الخصوم. سعاده سابينتو بغى لينا غير الخير ورجعنا فقط من نقطه واحده وصافطنا اننا نشريو الاله الحاسبه من دابا، حنا هي اللي كتسنانا في الاخر العام. راه نقدر نلخص لك هذا الماتش هذا كامل في نقطه واحده، وهي انك ترجع ل 10 دقائق الاخرى في الماتش، خصوصا فاش تمارك علينا البيت وغادي تشوف الطريقه كيفاش كنوصلوا للشبكه ديالهم، غتبين لك بانك راك لاعب ضد فرقه على ما اظن انهم جامعين غير 11 من الدرب. ولكن للاسف انت يا كراجو كسميه جبتي سابينتو باش انه يهلكنا في صحتنا وضيعنا في الطرو بوان هادي. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأكيد ما غاديش نساو باش أنا نرجعوا لأصل المشكل ديال الأقزام من الفوق، حيت نهار كتخرجوا كدويو كتقولوا عباد الله المدرب أول تجربة لإفريقيا راه والله ما غادي يدير شي حاجة، كيخرجوا وكيقولوا لك لا راه النهج ديالو راه مزيان والراجل أغلب الألقاب الإفريقية اللي دات راه داتهم بالكرات العالية وما داتهمش بدقة دقة. إيوا هي النتيجة، المدرب غادي للكونغو أصلا ما عارفش راسو أشنو تابعو، عكس في الأول كون فرضتو عليه مساعد مغربي راه جاي على الأقل غادي يكون عارف أشنو تابعو إفريقيا، وعلى الأقل غادي ينقي ليه غير ودنيو فقط يقول ليه راه غير غادي يكون اصطاد الرطوبة تما كاينة راه حسن، وانت يا ما غتكون غادي مصمك وما عارفش اشنو تابعك. وللاسف النتيجة كانت قاسية. شوف راه اقسم بالله لا كتبان لي التعادل هذا ماشي بمثابة الخسارة وانما بمثابة النهاية. المهم غادي نرجعوا لهذا الماتش هذا دقة دقة. التشكيلة اللي اكيد غمضنا عينينا تحت شعار جيب لي 3 بوا غادي نديروا عين ما شافت ودن ما سمعش، ولكن فاش كيكون الماتش خارج بحال هكا كان خاصو يتربح وكان من الممكن انك اصلا تربحه وضيعتيه بسهولة وهذا الكلام، فراه هو جاب تنقية الودنين سواء ليك وحتى اللي جابك. الماتش اللي بدا باحسن سيناريو وهو انك دخلتي طلعتي فوق الخصم جابيت ماركيتي الحمد لله الحياة زوينة. هذا البيت هذا اللي انت يا كمدرب كان واجب الاستغلال ديالو باش انك تسالي معاهم، خصوصا انك شفتي الضعف ديالهم. صابينتو من مور الدقيقة 17 او من مور البيت قرر انه يرجع للورو ويدافع على ذاك البيت اللي من الممكن انه يمشي في اي لحظة، خصوصا راك لاعب غير في لافريك. انت يا لاعب الماتش وراجع اللور كيجيوك لقطات باش انهم يفيقوك وترجع تلعب لعبك، على سبيل المثال بحال هذه اللي تزقلنا فيها وكيجيك حتى فرص اللي كيبينوك بان راه الخصم راه ساهل انك تفر عليه الخطوط ديالو وساهل انك توصل عند الجول ديالهم، ولكن لا صابينتو مساليش كيتسنى غير الكاميرا تدور في جهته باش يبدا يقاد في شعره ويتسنى البيت يتمارك عليه باش يعاود يفيق ويتصور على الكاميرا. وفجأة الميمون دخل جا البيض ضدنا. اشوف غام اللي ما رابش التيران على اللعابه راه خاصنا نقول الحمد لله. الحسين بروفيل ديال اللعاب حالة ما الا كان لاصق عندك في الفرقه، حاجه الواحد اللي من الممكن انك تستافد منه فيها وهي ان الحكم يكون زايد 5 دقائق والماتش يكون في الدقيقه 94 غادي تدخلوا باش انه يضيع لك ديك الدقيقه ويصفر حكم وغادي تسمى راك مستافد منه شي حاجه. اما انت يا مدخلو ما دخلتي ما تمارك عليك تعادل وكتسنى هو اللي يجيب لك البيت ديال الرباح، والله الا في العالم الموازي كنقول لك. وبما اننا دوينا على البيد ديال التعادل دوينا على البيد ديال التعادل ما نساوش باش اننا نقولوا بودا وبيكورو سيروا الله يعطيكم غير العذاب جوج كاسورات لاعبين تما كاين حتى شي واحد ما قدر انه يغطي على داك خونا اللي غادي يتيري السيد مرتاح ضربوه كانه بوحدو في التيران. اما واحد السيو مزنيتي تا هو ولا في العالم الموازي تلوح ليه ثلاجه والله ما يشدها، كلشي ولا مورق. وفين ما كنكونوا لاعبين ضد شي فرقه اول حاجه كيدير المدرب ديال الخصم قبل ما كيحط تشكيله وقبل ما كيدوي مع اللعابه وهي كيقول لهم الدراري اللي رجلو عامره يخشيها للشبكه، راه الراجل راه عندهم غير زنيتي تما كاينه. بخصوص الالتراس ديال اللعاب اللي كيعبدوا اللعابه حبذا لو بقيتوا بعد في هذا الموضوع هذا، حيتاش ما كاينلاش على ندخلوا في نقاشات. الراجل ضيعت رباح، خاص اي واحد دار شي غلط يتشرشم. غادي نرجعوا ل 10 دقائق الاخرى ديالنا في الماتش او من بعد ما تمارك علينا البيت. عدد الفرص المحاولات اللي درنا كيبينوا بان المدرب عندنا راه اقسم بالله ما يستاهل يدرب حتى المينين بقى غير الفرقه الاولى. حتى حنا اصلا علاش قبل عامين جرينا على الطاوسي غير حتى كيماركي وكيرجع للور. شنو زعما كاين جبتوا لينا طاوسي برتغالي ولا ياك ما داير الماسك وجاي مطلع عليه شي فقط. هاد 60 دقيقه اللي لعبنا اليوم من بعد ماركين البيت اقسم بالله تكافيه باش انكم ديروا لي شي حاجه في الماكله على الاقل ما يكونش غير الماتش الجاي، حيت اصلا راه ما غاديش يربحوا. تا واش من نيتك مانيا ما حاصل معاه في تيرانه ما قدرتيش تضرب قالك غير تمشي تضرب ساندونس وسط تيرانه وفي نفس الظروف.
ياك بطل. وبعد بد اللاعب بدا اليوم راه كيبان لي الماتش غادي يسالي قبل ما غادي يبدا. والمشكل الكبير شنو هو؟ هو انك انت مسكين عندك غير نقيطه في ديك المجموعه، يعني اي تعادل او لا اي خساره اخرى كتسنى عليه نهايه النشر. الى اللقاء. الحاصل في هادشي كامل وهو ان المدرب فرعنا، وحتى اللي جاب المدرب وعطاه كامل الصلاحيات حتى هو فرعنا، وحتى اللي دار لي داك العقد ديال حتى شهر واحد عاد باش انه يمشي بدون اضرار حتى هو فرعنا. فغادي نجمعوا هادو كاملين وغادي نقولوا لهم سيروا الله يعطيكم غير العذاب كيف ما عذبتونا في حياتنا.